سيدنا موسى يقول يا رب لا أسأل عن أخي هارون، ويقول عيسى لا أسألك عن مريم أمي، ويقول إبراهيم لا أسألك عن إسماعيل ابني. خلاص سبحان الله العظيم، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. خلاص الثابت الوحيد سيدنا محمد فقط، ما من ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا ودعوته يومها يا رب سلم يا رب سلم، إلا سيدنا محمد يا رب أمتي يا رب أمتي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. فينظر النبي فيقول إن من أمتي من أدخله الله النار وإني سأشفع عند ربي حتى يرحمهم، فأذهب تحت عرشه وأسجد وأقول يا رب إن من أمتي من أدخلته النار، اللهم إني أستشفعك فيهم. فيقول الله يا محمد ارفع رأسك، ويحد لي حدا، يعني يحدد لي عدد، ويقول اذهب وأخرجهم من النار. الآن الأرض كل من عليها فان، أول من ينشق عنها القبر من هو؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. ليش ينشق القبر أول واحد عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا خرجنا يوم القيامة من قبورنا يكون الرسول أمامنا، كأن الرسول يقول اطمئنوا راح تلقوني قدامكم، عشان إذا بعثر ما في القبور وطلعت الناس دور، فإذا شافت الرسول اطمئنوا. الحمد لله الأمان موجود. وما كان الله معذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فإذا شاف الناس الرسول يروحون يركضون. كم يقف الناس يوم القيامة؟ كم سنة؟ 50,000 سنة. الناس يصيبها عرق وتعب وعطش. أول شيء يروحون إلى آدم، يا آدم اشفع لنا عند ربك. وش يقول آدم؟ نفسي نفسي. نوح نفسي نفسي. جميع الرسل الأنبياء حتى يأتون عند عيسى يقول عيسى اذهبوا إلى محمد فإنه نبي له دعوة لا ترد. ما من نبي إلا له دعوة جميع الأنبياء عجلوها إلا النبي ادخرها لأمته صلى الله على محمد. صلوا عليه وسلموا تسليما. كان دعا طيب الفاطمة ودعا لأهل بيته، لكن ادخر الدعوة لأمته لأنه يحبنا صلى الله على محمد، يحب أمته. فإذا وقف الناس هذا اليوم وهذا المشهد هو المشهد الوحيد على الكرة الأرضية منذ أن خلق آدم اللي تجتمع كل الأمم على رجل واحد وهو النبي صلى الله عليه وسلم. هو الرحمة فقط، هو الرحمة. لذلك لما ربنا كلفه وأرسله قال له وما أرسلناك إلا رحمة. ولذلك بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رحمة لا في القلوب ولا رحمة في الوجود. لما قال شفاعتي يوم القيامة لأهل الكبائر، لأهل الكبائر. الناس بيفكروا شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام للصالحين وقيام، لا لا، هؤلاء سيدخلون برحمة الله لأنهم قاربوا إلى الصواب. ولكن شفاعة النبي إلي وإلك إحنا أصحاب الكبائر مقصرين. اشتقت لإخواني قالوا إحنا، قال لا لا، أنتوا اللي عشتوا معي، لكن بدي أعطي ميزتين لمن لم يعش معي. إخواني يأتون من بعدي يتمنى أحدهم لو يراني بماله وأهله. إحنا إخوان النبي اللهم صل وسلم عليه. ولذلك إحنا اليوم ما بدنا واحد يقول يا ريت كنت في زمن النبي. لا لا، من رحمة الله أن أوجدك في غير زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ما يدريك لو كنت في زمن النبي تكون مع أبو جهل وتحمل له الصوت. حبيب النبي عليه الصلاة والسلام. لما بكرة ربنا بيجمعنا يوم القيامة وبيبدأ الآن المناداة حتى نمر على الصراط، النبي بيقول وأنا قائم على رأس الصراط أدعو يا رب سلم يا رب سلم. أول ما تحط رجلك طلع قدامك على آخر الخط سترى نبيا
يستقبلك ويحضنك ويقول لك يا رب سلم يا رب سلم. واليوم انتهى العمل وفتحت لك أبواب الجنة. هذا النبي اللي اليوم ضيعينه وهو اللي بكرة سيناجي ربنا فينا. لما الأنبياء كلها تقول لك نفسي نفسي، هو الوحيد يسجد. فبيقول له ربنا ارفع راسك، يقول له بدك احنا حاضرين سنعطيك حتى ترضى. فبيقول أمتي أمتي، فبيقول له ربنا إنا سنعطيك في أمتك فلا نسوءك. شو بيقول له؟ بيقول له وعزتك وجلالك لا أرضى وفي النار واحد من أمتي. فبقول له ربي يلا روح طلع. وباجي اليوم بنذكر ما بصلي عليه، اللهم صل وسلم عليك. بنذكر ما بصلي عليه، وباجي اليوم بعقه اني بقدرش احكي عن حياته 3 4 دقائق 5 دقائق. فاذا كان حب النبي صلى الله عليه وسلم واعتذاره عن من كفر به واذاه وحارب، فكيف عن المحبين؟ احنا مقصرين، بس احنا لنا رجاء عند النبي صلى الله عليه وسلم انه هالرحمه اللي ربنا اودعها في قلبه صلى الله عليه وسلم تشملنا. في طول القرآن وعرضه ربنا يقول ايه؟ وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. صحيح. يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك. يا موسى أقبل ولا تخف. نعم. يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. يا يحيى خذ كتابي بالقوة. يا عيسى إني متوفيك ورافعك عليك. يا أيها النبي يا أيها الرسول، لم يقل له يا محمد، تبجيلا لنسائه ما قال يا نساء محمد. لا نساء النبي، يا نساء النبي، سبحان الله. وبعدين قال عن الشمس أنها سراج وهاج. صحيح. وقال عنه أنه سراج منير. إذا اقتربت من الشمس احترقت، وإذا اقتربت من رسول الله أضاء قلبك وأضاء قلبك واستضاءت. هل هذا رسول يترك؟ لا والله. هل تترك سنته؟ لا والله. هل ننسى حقوقه علينا؟ لا والله. هل يعني ننسى أن نسير خلفه في صغير الأمر وكبيره؟ لا يا أخي، ده أنا لو وصفت لك بيت روح يمين روح يسار تمشي على الهدي تصل للبيت اللي أنا وصفته، فما بالنا وقد وصف لنا طريق السعادة. طريق السعادة. فالرسول هو حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح عليه السلام. هو الذي أخذ بأيدينا، فلماذا لا نتنكب طريقه؟ هذا هو السؤال. نعم. ما الذي يعطلنا؟ ما حجتنا؟ ما هو تعللنا؟ يا من أخرت الصلاة عن وقتها ليه؟ أنت يا متمرد على الحجاب ليه؟